بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الغلط في الكنافة ديت؟ الحقيقة مفيش الا غلطة واحدة. البقع البني دي اللي هي موجودة لانه لما انا اتبعت خطوات الوصفة كلهم قالوا لازم السمنة تكون اللي هندهن بيها القعر، تكون سمنة كتير كتير، وتكون متساوية، يعني موزعها بطريقة متساوية بس ما تكونش سايلة، ما تكونش سايحة على الآخر. المهم انا عملت كده زيهم، بس المشكله ان الدنيا كانت برد عندي، فعبال ما يعني عملت الصينيه من تحت ورحت بقى علشان اجيب الكنافه وبقيه الكنافه وكده، كان اصبحت في كلاكيع اهي، هي الحته البن دي. انا ما خطرش في دماغي ان انا يعني انا قلت شكلهم مختلف عن الوصفه، بس خلاص يعني ما عملتش اي حاجه، وده ما فيش مشكله خالص في الطعم، يعني هو بس انه شكلها كده عامل زي ما يكون الكنافه عندها حساسيه او حاجه. انما طبعا ايه هناكلها ان شاء الله وما فيش اي مشاكل. طلعت الوصفه اللي انا استقريت عليها اخيرا وصفه كويسه. بتتكلم على التسويه، خلي بالك الذهبي ده، اللون الذهبي ما كانش هيحصل ابدا وهي مستويه كده ومفروده وناعمه، الا لما مشيت تبع الوصفه، اللي هو ايه ان انا حطيت الطبقه اللي تحت وقعدت ادوس عليها بايديا، وجبت صينيه تانية اصغر ودوست عليها برضو لمده نص ساعه. ثم بعد كده حطيت الحشو اللي هو بنفس طريقه الجلاش، اللي انا جبت من ال3 كوبايات من السوداني او المكسرات، وعليهم سيرب برضو ربع كوباية علشان ما يتبعزقوش في الصينية. ثم حطيت الجزء الثاني، ثم ضغطت عليه بالصينية اللي هي أصغر لغاية تاني يوم، يعني علشان أتأكد إن هو هيبقى ناشف، أنا بحبها ناشفة. وهو فعلا هو ده اللي حصل، بقت ملسها كده زي ما انتم شايفين. يعني بالنسبة للبسبوسة يعتبر الجلاش ثم بعد منه الكنافة أسهل، والحمد لله وإن شاء الله يعجبكم.